جيل الحالي اللي احنا بقينا فيه دوت بقى فيه مشتتات كتير قوي حواليك، وبقى من الصعب جدا انك تركز على اهدافك وحياتك. ومن اقوى المشتتات اللي موجوده دلوقتي حوالينا وهي التليفون. بقى جزء من حياتك، بقى جزء حرفيا مش مبالغه. جرب كده تسيب تليفونك وانت رايح مشوار او خارج، مش هتعرف. جرب كده تسيبه يومين ثلاثه كده وهو مش في ايدك، مستحيل. طبعا هتقولي مش هعرف اتواصل مع الناس، وهتقولي شويه حجج كده زي ان الحاجه مش هتعرف توصل لي. لا، هتعرف، واللي عايز يوصل لك هيعرف يوصل له. ولو الموضوع معقد قوي كده معاك، فخليك بتليفون زراير صغير عشان يبقى مستحيل تستخدمه الا للمكالمات بس انا جاي لك بحل حلو قوي يخليك تستخدم التليفون اللي انت بتتفرج عليا منه ده، بس تقلل من استخدامه شويه بحيث انك تقلل من الضرر بتاعه. جاهز؟ بص، في الاول وفي الاخر هو الموضوع محتاج اراده عشان تقدر تقلل من استخدامه اللي عمال يضر فيه، وانت عارف اضراره. وانا اتكلمت عن اكبر ضرر ممكن يكون موجود فيه، وهو الفيديوهات القصيره. وانا اتكلمت بشرح تفصيلي عن الموضوع دوت في الفيديو ده، اللي ليها تاثير كبير قوي على مخك وحياتك وصحتك. لو مهتم تعرف ايه اللي ممكن يحصل لك لو استخدمت الفيديوهات القصيره على مدى طويل، فاجزم لك ان الفيديو ده هيفيدك. نخش بقى في موضوعنا. صامت او وضع عدم الازعاج طول ما انت شغال ومركز او بتعمل حاجه محتاجه شويه تركيز منك. ما تخافش، مش هيفوتك حاجه، واللي عايز يوصل لك هيعرف يوصل لك. فما تقلقش عادي اذا كان حد عارفك اصلا او تليفونك بيرن. انت كحيان يا محمد. لان صوت الاشعارات بتاع التليفون هيندهلك تروح تمسكه، وانت في الاشعارات هتخش على اشعار انستجرام، اشعار تيك توك، اشعار فيسبوك، يوتيوب، وهتلاقي نفسك بتخش في دوامه المنصات ومش عارف تخرج منها، وهتقعد تتنقل ما بين التطبيقات هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه، وتلاقي ان انت ضيعت حوالي نص ساعه. ده كحد ادنى. اعمل التليفون بتاعك ابيض واسود، سواء معاك ايفون او اندرويد هتلاقي الخاصيه دي موجوده في الاثنين. دور كويس هتلاقيها وابحث عنها في اليوتيوب، ولو ما لقيتهاش في اليوتيوب فانت ممكن تنزل لها تطبيق هتلاقي لها حل يعني، بس هي موجوده على الاندرويد والايفون. تخليك تحس بالزهق بسبب ان انت ماسك حاجه ابيض واسود، مفيش متعه، مفيش الوان بتجذب العين، فبالتالي هتقلل من استخدامه. اقفل النت طول ما انت مش بتستخدمه، لانك طول ما انت فاتح النت هيوصل لك اشعارات، وبالتالي هتروح تمسك التليفون وتتسحل فيه. نيجي لاخر حاجه واقوى حاجه ممكن تلاقيها في الفيديو دوت، وهي اداه او تطبيق اسمه زين سبيس. دي بقى حرفيا اقوى منك ومن ارادتك، وهقول لك ليه دلوقتي. لو انت ما ينفعش معاك حاجه من الحاجات اللي فاتت دي كلها، فالتطبيق ده جاي يقول لك لو مش عارف تكون راجل، انا هخليك راجل غصب عنك. لا يا راجل، لان اي حاجه هتعملها في التطبيق دوت مستحيل تتراجع عنها، مستحيل حرفيا مش هتعرف تتراجع عنها. وخلينا نشوف ازاي. دي واجهه التطبيق من بره وده شكله. اول ما تخش عليها يفاجئك بالواجهه دي. في حاجه اسمها الديب زين، دي بتبقى عباره عن مكان بتخش جواه ما بتعرفش تخرج منه. اول ما تخش عليها هيقول لك ان انت ممكن تعين الوقت اللي انت عايزه، معاك لحد 180 دقيقه، يعني حوالي 3 ساعات. اول ما بتخش نخليها بس دقيقه دلوقتي عشان ما نتحشرش جوه التليفون. هنا الباك جراوند ممكن تغير الباك جراوند على حسب الموسيقى اللي انت عايزها. بعد ما بتخلص بتخرج بتدوس ستارت. هنا بيحذرك، بيقول لك ان انت مش تقدر تتراجع عن الخطوه ديت، ولا هيقدر يوصل لك مكالمات، ولا تقدر تعمل اي حاجه في التليفون. فهندوس اوكي. هنا بيعد عشان لو عايز تتراجع عن الخطوه دي. كده يا معلم التليفون بتاعك غير صالح للاستخدام نهائي لحد ما الوقت ده يخلص، ولا تقدر تخرج منه، ولا تقدر تنزل شريط اشعارات، ولا تقدر تعمل اي حاجه. تقدر تقفل الشاشه بس وتفتحها، غير كده مش تقدر تعمل اي حاجه. طيب هو كده بيقول لك ان انت خلصت، وممكن تشارك كمان الانجاز اللي انت عملته ده. هنيجي بقى للحاجه اللي بعدها، وانك ممكن تضيف حاجه خاصه بيك انت. يعني ممكن مثلا تضيف حاجه للدراسه، وبرضه تختار الموسيقى اللي انت عايزها. تدوس نيكست. هنا ممكن تختار التطبيقات اللي انت تستخدمها وانت يعني عازل نفسك في الابلكيشن. فانت مثلا لو بتدرس فانت ممكن تحتاج حاجه مثلا زي الكالكوليتر مثلا تحسب عليها حاجات بتاع. المهم هنختار مثلا الكاميرا وهندوس نيكست. هنا ممكن تحط معاك من اول 25 دقيقه لحد اللي انت عايزه بقى، يعني كمان ممكن تقلل كمان لحد ال 20 دقيقه. هتدوس دان وهتخش، بعد كده تدوس ستارت، هتدوس اوكي. كده انت بدات تخش في المود بتاع الدراسه، وهتقلب كده هتلاقي التطبيقات اللي انت ممكن تستخدمها او اللي انت حاططها هنا تستخدمها. بس هنا ممكن تخرج في اي وقت، بس هتدوس على دي وتدوس اكس. وممكن بقى تضيف اللي انت عايزه، يعني ممكن تضيف كذا مود، تقدر تخش ويب بالدقائق اللي انت عايزها. التطبيق ده موجود على معظم اندرويد 13، ولو ما لقيتوش ممكن تحمله من جوجل بلاي او اي متصفح عادي، وتقريبا في منه للايفون تقريبا. بس لو ما لقيتوش على الايفون دور شويه هتلاقي حاجه بديله ليه بتقدم نفس الخدمه. اتمنى يكون الفيديو فادك واداك شويه تشجيع بانك تبعد عن استعباد الموبايل. لو الفيديو فادك بالفعل ما تنساش تشترك في القناه وتدوس لايك، لان ده فعلا بيدعم القناه. وما تنساش تشارك الفيديو دوت لحد من صحابك حاسس ان التليفون مسيطر عليه شويه. اشوفك في الفيديو اللي جاي.